حضرتك على موقع مصر برزقكم. اهلا وسهلا. طمنا على النجم ابراهيم الهلالي. والله النجم كابتن ابراهيم، هو احنا بقالنا من ساعه ما بدانا فتره الاعداد، بقالنا دلوقتي شهر ونص. هو كان بادئ فتره الاعداد الفتره الاولانيه، المرحله الاولانيه في القاهره، بناء على اساس ان كان في توقف دوري وبعد العمليه مباشره، على اساس انه يقعد بين اسرته وبتاع. المرحله الاولى 3 شهور قعدها في القاهره في احد المراكز في القاهره، وبعد كده احنا لما بدانا فتره الاعداد وهو منتظم مع الفرقه وبيتمرن عادي، بيتعمل له برنامج. هو دلوقتي معانا بقاله شهر ونص ولسه قدامه شهر ونص تانيين، وفي تحسن. يعني الحاله كان فيها تحسن. يعني انت ما تنساش ان الكابتن ابراهيم كان عامل كان عنده زي اصابتين غير الرباط الصليبي، كان عنده قطع في الرباط الداخلي وقعد في الجبس لمده شهر، جبس في وضع طبعا الركبه فيها نسبه تاني، وبعدين طلع من عمليه الجبس على تاني يوم عمل عمليه الرباط الصليبي. فكان في تيبس جامد جدا في الركبه، ما عملش بين الفترتين عمليه مرونه المفصل لفك التيبسات، وعمليه التاني والفرد ما كانتش كامله. ده اللي تعبنا شويه في المرحله. حتى ال3 شهور اللي هو كان قعدهم في مصر ما اهتموش بحته مرونه المفصل والتاني والفرد وفك التيبسات اللي موجوده. ده اهمال، ده مش طبيعي. فدي تعبتنا جامد جدا. انا طول الشهر ونص اللي فات بشتغل بايدي بعمليه تاني وفرد وفك التيبسات اللي حوالين المفصل بالمساج وبعض التمرينات قبل ما ابدا شغلي. يعني بس الحمد لله احنا حطيناه في مرحله كويسه، والمرحله الجايه بقى مرحله بناء وتاهيل بقى للملعب. احنا كنا الاول بنحاول اعالج العيب اللي موجود عندي. طب مرحله فك التيبسات دي استمرت قد ايه؟ ما طول ما انا شغال، يعني بدل ما هنزل اشتغل ساعتين كنت بشتغل 3، منها ساعه بس عشان انا انتهي من موضوع العيب اللي عنده ده. بياخد منه شهر ونص. طب يا كابتن، وان هو فاضل له بتاع شهر ونص شهرين، فحسب الحاله بقى بتاعته. ان هو اصل هي حاله ملهاش مده معينه. يعني ممكن لعيب بينزل بعد 5 شهور، في لعيب بينزل بعد 6، في لعيب بينزل بعد 5 ونص، في واحد بيقعد سنه وما بيعرفش وينزل وبيصاب تاني. هي عمليه حاله. الحاله بتقضي برنامجها كويس، حاله اللاعب كويس، استجابته عاليه، خلاص بيبقى، لان هي فيها حسابات وقياسات معينه بيأديها، يبقى هو كويس، يبقى الواحد ما يخافش عليه. وبعد كده بيبقى في متابعه، اللاعب ما بيسابش. اللاعب مجرد ما بيخش الفرقه بيبقى في تعامل بيننا وبين المدير الفني في الاحمال وتنظيم الاحمال، والتقويات شغاله حسب حالته هو ايه دلوقتي، الحاله مع الفرقه، الحمل التدريبي للفرقه ايه. فبناء عليه انا بديله ما يعوض، يعني تكمله للحمل اللي هو بياخده مع الفرقه. بديله انا برضو تقويات تنشيطيه. يعني مش مجرد لعيب، اي لعيب يخش بيعمل رباط صليبي ويخش مع الفرقه خلاص اهمل. لازم البرنامج بتاعه شغال بما يتناسب مع الحمل التدريبي اثناء وجوده مع الفرقه. طب يا دكتور، دلوقتي كابتن ابراهيم في اي مرحله؟ يعني دلوقتي مرحله ايه؟ المرحله الاخيره. هو المفروض شهرين. فهو في المرحله اللي باقي له شهر ونص ان شاء الله، من شهر ونص لشهرين. لا، تمرين الكوره. تمرين الكوره. ما هو شغال. يعني انا بعمل ماكس دلوقتي بعد ما فكت له التيبسات لحوالي 80-90%، بحاول ادخل له عمليه الاحساس والشغل بالكوره جنب، عشان ما ياخدش وقت بس. يعني طبعا ما ياخدش وقت كتير او يتعطل، فانا بدخلها له من بدري شويه. طب يا دكتور، كابتن ابراهيم هيقدر يخش التمرين، هيقدر يخش التشكيله بعد المرحله دي ما تخلص؟ ان شاء الله. هو شهر ونص ويبدا يشتغل مع الفرقه، وبعد كده في متابعه. يعني ممكن يخش سكور عادي زي اي لعيب ان شاء الله. في دروب مثلا بالنسبه للبدني او كده؟ لا ما هو شغال بدني وبيتدرج بالبدني حسب الحاله اللي هو فيها. تمام. الف شكر يا كابتن.